السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل سجق الاسكندراني. احنا الفيديو اللي فات على طول عملنا السجق من الالف للياء، وكانت وصفة حلوة جدا جدا وعجبت الناس قوي. احنا وصلنا مع بعض لحد ما خزنا السجق. يعني هنشوف مع بعض كده عملنا ايه اخر مقطع في الفيديو اللي فات علشان بس تفهموا احنا ماشيين ازاي. انا السجق حتى اللي بجيبه من الجزار بحب اسلقه الاول في حبة مية ما يكونش كتير، علشان اتأكد كويس جدا ان هو استوى. فطبعا السجق ده احنا عاملينه بدون هانك، وكمان بطريقة اقتصادية. فبرضو عملته بنفس الطريقة، ان انا حطيت مية شوية مش كتير كده في الطاسة او في حلة، ونزلت بعد ما غليت المية بالسجق بتاعنا علشان ياخد كده تشويحتين في المية، واتأكد كويس جدا ان هو استوى. زي ما احنا شايفين كده، بسم الله ما شاء الله، بعد ما غلي السجقية كده تماسكت ومفيش اي حاجة فيها فرفتت ولا اي حاجة. احنا هنستنى لحد ما يشرب كمية المية دي، وكده يبقى خلاص جاهز عندنا. ممكن جدا تشتغلي فيه على طول، او تعملي زي ما عملت كده. بعد ما يبرد خالص ممكن تخزنيه في علبة بلاستيك وتشيليها في الفريزر. ينفعك بقى تطلعيها تعملي بيها وصفة، تدخليها في معجنات، في ميني بيتزا، في فطير شرقي. يعني هيبقى جاهز عندك ومستوي. هنا كده خلاص شرب المية بتاعته. بس الخطوة دي انا مش هستنى ان هو ياخد لون، مجرد ياخد تقلبتين بس في الدهون بتاعته، واسيبه يبرد واشيله بقى في علبة على طول زي ما قلت لك. تمام كده، انا كده خلاص. ده تاني يوم بقى هعمل سجق الاسكندراني. حطيت طاسة على النار وشوية من الزيت، واستنى شوية الزيت لما يسخن، وانزل بقى بالسجق بتاعنا. هو خلاص مستوي، بس انا عايزاه ياخد لون شوية. الطريقة سهلة جدا يا جماعة وموفرة قوي ما شاء الله. انا كنت عاملة نص كيلو من اللحمة المفرومة، يعني أسرة كاملة بسم الله ما شاء الله، 5 أفراد. كلوا سندوتشات كانت حلوة جدا جدا، وما تفرقهاش خالص خالص عن سجق الجزار. وكمان طريقته موفرة من ناحية ان هو مش بيتحط في هانك، لان الهانك بيبقى غالي جدا. وهو مأثرش على طعمه صراحة. نزلت بيه بقى زي ما شفتي كده، نزلت يعني جبت العلبة وفضيته في الطاسة بعد الزيت ما سخن. بس هستنى شوية بقى لما ياخد لون، زيه زي السجق اللي بنجيبه بالظبط من الجزار. بنقطعه. ولو هتعملي السجق بتاع الجزار برضو يعني اسلقيه الاول قبل ما تقطعيه، لانك لو قطعتيه وجيتي بعد كده سلقتيه هيبقى عامل زي بالظبط اللحمه المفرومه، وكله هينزل في الميه. ابتدى ياخد معانا لون اهو. ما شاء الله، لو تلاحظي مفيش اي فتفتة خالص في السجق. هننزل بقى بالخضار بتاعنا. انا عندي فلفل رومي على حامي حسب الرغبة طبعا، وعندي 2 طماطم وسط وبصلاية كبيرة مبشورة. نزلت بيهم بقى على السجق. الوصفة دي حلوة جدا وسهلة وسريعة، وبالذات كمان لو عندك السجق جاهز ممكن اي وقت تعملي سندوتشات للولاد، او لو طب عليكي ضيف وعايز تعملي معجنات او اي صنف ممكن يدخل فيها السجق، هيبقى عندك جاهز ومستوي كمان. هنقلب بقى الخضار مع السجق كده. الكمية ما شاء الله تضاعفت زي ما انت شايفة. عملنا كمية سندوتشات حلوة جدا من نص كيلو لحمة، والطعم حلو جدا جدا بأمانة. جربيه وان شاء الله مش هتندمي. يا رب اكون بقدم لكم حاجة ولو بسيطة وبتستفادوا اي حاجة من فيديوهاتي. بس اللي طالباه منكم لو استفدتوا اي حاجة ولو صغيرة من الفيديو، ما تنسوش بقى اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، علشان كل ما اعمل حاجة يوصل لكم اشعار بيها.
واهم حاجة يا جماعة اللايك، لان هو اللي بيرفع الفيديو. هنغطي بقى عليه شوية. ما شاء الله تحفة تحفة، وجربيه وان شاء الله مش هتندمي. اسيبكم بقى في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.